السلام عليكم مشاهدينا الكرام. لم يكن جرس الحصة الأخيرة في ثانوية الجنرال الكتاني ببرشيد هذه المرة يعلن نهاية يوم دراسي عادي، بل كان بداية لقصة حزينة هزت كيان مدينة بأكملها. كيف يمكن لخلاف لفظي بسيط بين مراهقين يتقاسمان مقاعد الدراسة وحافلة النقل أن ينتهي بجثة وسط بركة من الدماء؟ إليكم التفاصيل الكاملة لما حدث في فاجعة الثلاثاء الأسود. الزمان الثلاثاء 7 أبريل. المكان أمام باب ثانوية الجنرال الكتاني ببرشيد. الضحية والجاني كلاهما تلميذان يتابعان دراستهما في نفس المؤسسة. بدأت القصة بملاسنات عادية داخل حافلة النقل المدرسي التابعة لجماعة الحساسنة، لكن وبمجرد نزولهما تطور الأمر في ثوان معدودة من كلمات نابية إلى عراك بالأيدي، قبل أن يخرج الجاني أداة حادة ويوجه بها طعنات غادرة لزميله. سقط على إثرها الضحية وسط ذهول وصراخ زملائهما. المأساة لم تتوقف هنا، فرغم سرعة استجابة فرق الإسعاف ونقله لمستشفى الإقليمي ببرشيد، إلا أن القدر كان أسرع، حيث لفظ التلميذ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول. هذه الجريمة ليست مجرد حادث مهزول، بل هي جرس إنذار يطرق أبوابه جميعا. فالمعطيات تشير إلى أن الجاني تم توقيفه في وقت قياسي من طرف السلطات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن الدوافع الخفية وراء هذا الغل المفاجئ. المراقبون للشأن التربوي يطرحون اليوم سؤالا مؤرقا: هل أصبحت محيطات مدارسنا ساحات لتصفية الحسابات؟ شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.